بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الليلة المباركة نروي لكم أحبتي الأعزاء قصة حصلت في جمهورية إيران الإسلامية، أرويها لكم بالمختصر، وهو أنه كان هناك في مدينة مشهد المقدسة رجل يعمل عامل تنظيف، ينظف الشوارع، الأرصفة. المشكلة تكمن بأنه كانت لديه ابنة واحدة، وهذه البنت لم يتقدم لخطبتها أحد، والسبب هو عمل والدها. في يوم من الأيام ذهبت إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه، وبعد الزيارة والبكاء كتبت ورقة وضعتها في شباك الإمام صلوات الله عليه، وشكت حالها إلى الإمام، وكتبت تفاصيل حياتها. قالت: مولاي، أنا اسمي كذا، أبي يعمل كذا، بدون أن تكتب الاسم طبعا، وإنما ذكرت أنها أباها يعمل عامل تنظيف، وهي لم تتزوج إلى الآن، وتطلب حاجتها منه صلوات الله عليه، ولكنها لم يأتيها أحد. وفي يوم من الأيام طرقت الباب، وعندما فتح أبوها الباب وإذا به يتفاجأ بأنه رأى رجلا وقورا يظهر من مظهره أنه من التجار، من الأعيان، ومعه شاب مترف يظهر أنه مثقف صاحب شهادة. فدخل إلى بيته بعد أن سمح لهما بالدخول، طلبا منه يد ابنته، فتفاجأ فقال لهما: إن من هو أدنى منكما لم يتقدم لخطبة ابنتي، فإن كنتم لا تعلمون بعملي فأنا عامل تنظيف، لا أريد أن أدلس عليكم. فقالوا: بلى، نحن نريد، هذا ابني يريد أن يتزوجها بأي شكل من الأشكال، لأنه مأمور من الإمام الرضا صلوات الله عليه. فتعجب الرجل: الإمام الرضا يأمر بزواجك أيها الشاب من ابنتي؟ قال: بلى. كيف؟ احكي القصة. فقال الأب: أنا أتكلم. فقال الأب: أنا ليس لي ابن إلا هذا، إلا أنه كان متعلقا بفتاة، وتلك الفتاة كانت تعيش في الخارج وتأتي إلى طهران، فاشترطت عليه الذهاب معها إلى أمريكا، فكان مصرا على الزواج بها. فأنا توسلت كل الطرق لإقناعه للبقاء في إيران، لم يقنع، كان مصرا على أمره، فلم يبق لي إلا أن أذهب للتوسل بأنيس النفوس الإمام الرضا صلوات الله عليه. فذهبت فبكيت هناك، طلبت منه طلبي. في الأثناء رأيت الخدم ينظفون داخل الشباك، فطلبت منهم غبارا من هذا الغبار الموجود الذي ينظفونه، فحاول أن يعطيني فلم يجد كيسا. قال: عندك كيس؟ قلت: لا. فنظر إلى ورقة ملقاة هناك، فتح الورقة، وضع فيها التراب، وأتيت بها فأعطيته التراب، أعطيته لابني، وذهبت. قلت: يا بني، هذا تراب من طريح الإمام الرضا، لعله ينفعك في أن تقنع وتبقى هنا في إيران. فقال: لا، أنا مصر. فأخذ التراب. ذهبت لأرتاح، وكنت أقلب رأيي كيف أقنعه. ما أحسست إلا بالولد يطرق بابي، فقال: أبا، أنا سوف أبقى في إيران. تعجبت من هذا التغير المفاجئ، خلال دقائق تغير
تغيرا تاما، قال أنا لن أترك جوار الإمام الرضا صلوات الله عليه. قلت له احكي لي القصة، قال أبا، إذا كنت تريدني أن أبقى هنا في إيران عليك أن تبحث لي في مدينة مشهد، تبحث عن رجل يعمل عامل تنظيف لديه ابنة واحدة. قال كيف أعرف؟ عمال التنظيف كثر. قال العلامة الفارقة أن لديه ابنة واحدة وعمرها في سن زواج. تسأل هذا شرطي؟ قال بلى، أنا مضطر. فذهبت وكلفت بعض المعارف بعض المسؤولين، وفعلا بعد أشهر وجدنا العنوان وأتينا وعرفنا بأن هذه البنت، وسبب بقاء ابني ومجيئه لخطبة هذه البنت أن تلك الورقة التي كتبتها ابنتكم شاء الله أن تصل إلى يد ابني ويقنع بالزواج منها طاعة للإمام الرضا صلوات الله عليه. انظروا أيها الأخوة إلى أهل البيت، بيت الرحمة، بيت العطف والحنان على كل أتباعهم. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تلين قلب وليك علينا،